السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عندك بيضة واحدة وبرتقانة ونفسك تعملي سناك أو حتى تعملي حاجة حلوة مسكرة واقتصادية وما يكونش مقاديرها كتير، تعالى أقولك على فكرة حلوة مش هتاخد منك 10 دقايق. يلا بينا نبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. في طبق عميق شوية هنكسر فيه البيضة وناخد البرتقانة نعصرها زي ما هي كده أو نضربها حتى في الخلاط بقشرها بكل حاجة، بس أهم حاجة إنك تكوني شايلة البذرة عشان ما يمررش منك. بعدها هنضيف عصير البرتقانة اللي احنا ضربناه ونحطه على البيضة. وطالما قلنا بيض يبقى لازم نحط معلقة خل، ومش هنحتاج هنا فانيليا لان احنا كده كده حطينا البرتقان. بعدين هنحط ربع كوباية سكر مع ربع كوباية زيت، والسكر حطيناه عشان بس ممكن ان احنا ناكل الحاجة دي سادة من غير ما نحط عليها حاجة. بعد كده بقى الدقيق هيبقى كوباية ونص دقيق، وطالما قلنا دقيق يبقى هنحط بيكنج باودر عشان برضو يبقى هش وخفيف. معلقة كبيرة بيكنج باودر عليها رشة ملح صغيرة. نقلب المكونات بقى كده بسباتولا أو بمضرب أو حتى بمعلقة. بعد كده هنخف بقى المكونات دي كلها بكوباية حليب، كوباية لبن يعني، ولو عايزة تضيفي مية مفيش مشكلة، برضو هتديكي نفس النتيجة إن شاء الله، لحد ما يدينا قوام سميك تقيل شوية كده. يبقى احنا كده خلصنا العجين بتاعنا. تعالي بقى في طاسة على النار، وتكون طبعا لازم طاسة غير لاصقة، ده اهم شرط ليها. معلقة زيت بس بسيطة، والطاسة دي تكون سخنة شوية. بعدها بنخلي النار وسط، لا هي منخفضة قوي ولا هي عالية قوي. تجيبي بقى اي حاجة معيارية عندك، معلقة مثلا او اي حاجة، بس المهم عشان تثبتي كل المقاسات، وتاخدي بالمعلقة دي وتحط من العجين بتاعنا ونحط في الطاسة. اكيد بقى دلوقتي انتي عرفتي هنعمل ايه. ايوه، هنعمل بان كيك البرتقال، حاجة لذيذة جديدة كده وسريعة، بتشبع ومغذية كمان. لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتيش. وتعالي نرجع للبان كيك البرتقال بتاعنا. امتى نقلبه بقى من على الطاسة؟ لما نلاقي الوجه اللي فوق ظهر فيه بابلز كده او فقاقيع، نبدأ ان احنا نقلبه على الوجه التاني، هنلاقي لونه بقى ذهبي وجميل. وطاسة في طاسة بقى كده ولحد ما نخلص الكمية كلها. ممكن ما ندهنش زيت الا بعد كل طاستين 3، ندهن دهنة زيت خفيفة عشان برضو ما يلزقش ويطلع نفس اللون موحد فيه كله. دلوقتي بقى بعد ما خلصنا الكمية كلها، تقدري تقدميه زي ما هو سادة كده لان احنا حاطين فيه سكر، او تقدميه بعد ما ترشي عليه من فوق سكر بودر، بيبقى برضو شكله جميل قوي وطعمه جميل. وممكن تضيفي صوص شوكولاتة او صوص كراميل تكوني عاملاه في البيت، هيدي ميكس حلو قوي قوي مع البرتقال، لان الشوكولاتة مع البرتقال بتدي طعم جميل جدا وطعم مختلف. وبكده يبقى عملنا حاجة حلوة مسكرة واقتصادية، ما كلفتناش وقت ولا مجهود، كمان عملناها بسرعة جدا، ودخلنا فيها البرتقال ودخلنا فيها فيتامين سي عشان نعزز مناعة الولاد في الوقت ده، وده طبعا مفيد جدا ليهم في وقت البرد اللي احنا فيه ده. ودلوقتي بقى لو عجبك الفيديو متنسيش تعملي لايك للبان كيك البرتقال، وكمان اشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتيش. وألف هنا على قلبكم، ودمتم في أمان الله وحفظه.